السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بكم في قناه شيوات مع وفاء. اليوم جيت نشارك معكم هذا الكاطو تيجي زوين بلا زبده بلا زعما بلا تيجي زوين. تيجي هشيش ومقرمل وتيجي نافع بزاف. الفوائد ديالو كثيره كما كتشوفوا. وهذا سميتو تيجي غزال وبالصحه والراحه. وهذا جا تبارك الله غزال كما كتشوفوا. هانتوما زوين هذا الكاطو ديروا وليداتكم، ديروه في السفر لو كنتو غتسافروا. تيجي ما نقول لكمش كيفاش كيجي. تيجي واحد الكاطو هشيش ومقرمل. هانتوما البنات كيفاش جا هذا الكاطو وبلا ماكينه، خدمنا غير بيدينا. وما نطولوش عليكم، دوزو مقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا البنات هنا واحد الكاس ديال الحليب بالكاس ديال العنبه، كاس ديال الماء. عندنا البنات هنا واحد زلافه الزيت اللي فيها جوج ديال الكيسان ديال العنبه. الزيت فيه جوج كيسان ديال العنبه باش عبرنا. عندنا جوج كيسان ديال العنبه ديال السنيده او السكر الخاشن. عندنا واحد نص كاس ديال الججلان. عندنا النافع وحبه حلاوه، واحد معلقه كبيره قميصه الملحه. عندنا جوج خمارات وجوج فانيات. جوج خمارات 16 غرام وجوج فانيات. عندنا البنات كيلو و 150 غرام، كيلو 150 غرام ديال الدقيق. كلشي البنات عبرنا بالكاس ديال العنبه، كيف الماء كيف الحليب. غنخلطوا الخليط ديالنا حتى تنسجم السنيده وتذوب داك السكر. يذوب ديك السكر السنيده تذوب في الحليب وفي الماء اللي درنا. واحد القميصه د الملحه لصحيح الذوق. غنخلطو مزيان البنات حتى تذوب ديك السنيده مزيان. غادي نزيدو البنات الزيت كما قلت لكم. هادو راه جوج كيسان، هي زلافه. تبقاو تخلطوا البنات ما يبقاش يبان الزيت، زعما ينسجم مع الخليط الزيت ما يبقاش يبان. غادي نزيدو جوج ديال الفاني. نخلطوا الخليط مزيان. البنات غنزيدو الدقيق. قلت لكم البنات راه عندي كيلو هنا، كيلو غرام. وزدت واحد سميتو واحد الكاس ونص ديال على الكيلو. زدت كاس بالعنبه ونص كاس. هي كيلو و150 غرام ديال الدقيق. راه مغربل. هاد الكاطو البنات راه قديم، ما تيدارش فيه البيض، ما تيدارش فيه الزبده، وتيجي فيه تبارك الله وافر. تيجي فيه واحد المقدار كتير وكيجي سخون البنات. يجي زوين. الناس اللي ما كياكلوش البيض في الكاطو يوافقهم. نزيدو الخمارات حتى هما كما قلت لكم. 8 غرام 8 غرام 16 غرام. تخلطوا تخلطوها بالرز ديال الصبعان ديالكم. خليط تينسجم.
هذا هو البنات الدقيق اللي زدت. كما قلت لكم زدت واحد كيلو شي حاجه، درت كل كيلو 150، عاودت تا جوج. كل قلت لكم بزاف المرات زعما راه كيلو 150 ديال الدقيق اللي زدت لي هاد العجينه. وعلى حساب الدقيق البنات، شتي، على حساب الدقيق على حساب الدقيق اللي كيكون تيشرب ما كيشربش. انا بعدا هزت لي كيلو وزياده هاد. والعجينه راه كتبان لكم كيفاش ملي كتولي صافي، زعما ما نزيدو حتى شي حاجه، كتبان لكم تبان زعما هي هذيك، ما نزيدو لا طحين لا والو. كتبقى تجمعوا القصعه من الجوانب مع حد الدقيق كاين، كتبقى تحكوا البنات الا كان شي، الا كانت العجينه لاصقه لكم في القصعه حاولوا ديروا الدقيق وتجمعوا الجناب. داك الدقيق هو اللي كيجمع القصعه، كتحاولوا تجمعوا. ها نتوما شتي البنات كيفاش كنجمع من الجناب باش تجمع ليا العجينه. صافي البنات حنا زدنا نص كاس الاخر. حيت البنات كنوري لكم الكاس حيت نقول لكم زعما شو شحال زدت على الكيلو. باش نقول لكم شوفوا الكاس بان راه درت كيلو زدت. وعلى حساب البنات على حساب الخليط، الا كان ساج مجمع لكم كيلو كافي صافي كيلو. شتيو العجينه خفيفه زيدوا شويه الدقيق. ولا باش تجمع لكم البنات العجينه عاودوا تحاولوا ديروا شويه الدقيق وجمعوها هكا بشويه بشويه. انا سالمت واحد شويه الزيت باش نجمع. طبعا زيت المائده. واخا البنات تلصق لكم في يديكم غير بشويه بشويه تتجمع. ها انت البنات ندير كرشه الدقيق باش ما يبقاش القصعه فيها العجينه ديالنا، بشويه بشويه حتى تجمع لكم متبقاش لاصقه في القصعه. عاد القصعه في العجينه راه زعما راها منسجمه مقاده. ها انتما البنات بدات تجمع ليا العجينه. وعطات تبارك الله بزاف الكاطو. هاد العجينه اللي درت عطاتني تبارك الله بزاف. حاجه اللي نقول لكم البنات، راه ضاع ليا الفيديو اللي قطعت فيه العجينه، قطعتها على اربعه دوائر، زعما على اربعه ديال الطروفه عفوا. وطاع ليا الفيديو البنات اللي كنت نورق الورقه، ضاع ليا عفوا زعما ما بانت لكمش. دابا هاد العجينه نقطع على اربعه. هانتوما البنات جبرتوني دابا مورقه ناضيه حيت ضاع ليا فاش كنت نورق ضاع ليا. وهذا البنات راه شريتو، غير شريتو تيدير شي 400 ريال. تيدير لك واحد الشكيل في الكاطو. اللي ما عندوش الماكينه، هو هذا الكاطو كيدير بالماكينه، ولا ما عندوش يدير حتى بهذا المدلك. كاين المدلك هذا وكاين الخشب. راك عطاني كاطو زوين، عطاني كاطو زعما واخا ما عندكوش الماكينه ماشي ضروريه، الا ما كانش الانسان يقضي. انا بعدا هذا راه شريتو راه نفعني ودار لي كاطو زوين. دوك الشريطات اللي دار لي، دوك الشريطات اللي كيكونوا في الكاطو. نزولوا هاد الزوائد اللي ما يكونش الكاطو رقيق بزاف، ما يكونش عاوتاني غليظ بزاف. ودرت البنات ورقتو على ديك الكاغيط الغذائي اللي تيكون ديال الكوزينه، عليه ورقت هاد الورقه د الكاطو، هاد العجينه د الكاطو. هانتوما البنات كما كتشوفوا غنديروا جوج الصبعان وغادي نقطعوا الكاطو ديالنا. هي بالصبعان ديالي عبرت جوج، غير جوج البنات باش ما يجيش الكاطو عريض. هانتوما البنات كما كتشوفوا تبعوا الفيديو الاخير ولا زعما غتشوفوا كلشي. هاد الزوائد كنحيدوهم باش يبقى الكاطو ديالنا مقاد. هانتوما تبارك الله شوفوا البنات كيفاش قطعته. عاوتاني كندير 4 السبعان وكنقطع شتي في العرض على 4 السبعان. الا بقى شي حاجه زياده غنحيدها ماشي مشكل. عاود نجمعوا ديك العجينه، هي ما تبقاوش تدلكوها العجينه دا تجمعوها. حاولوا غير تجمعوها دغيا ودلكوها، ماشي تبقاو تفركوها ولا شي حاجه، باش تبقى هو البنات الكاطو ديالنا كيفاش تشوفوا.
غادي هانتوما البنات غتشوفوا كيفاش غادي نهز هذيك اللي ورقت عليها داك الكاغيط الغذائي اللي ورقت عليه هكاك هزيتو بديالو حولته جاني ساهل، وبقى الكاطو مقاد في بلاصتو. هانتوما البنات كما كتشوفوا، وهذا الكاطو ديالنا ان شاء الله غنديروه في الفران يطيب. الحراره درت 100 على 180. هانتوما البنات شفتوا تبارك الله كيفاش جا هاد الكاطو غزاج مقرمش وصحي الوليدات، فيه النافع فيه الجيجان فيه حبه حلاوه، زعما صحي وزوين وجانا زوين وتيصلح حتى للسفر الا كنتو مسافرين مع العائله وداكشي تديوه هكا زوين لوليداتكم. ديروا فيه الكوتي في العشيه. نتوما البنات غنقطع لكم واحد كاطوه تشوفوا الشكل ديالو، شوف تبارك الله كي جا مقارمل البنات. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما البنات نقطع لكم واحد، شوف تبارك الله كيفاش جا. بصحتكم وراحتكم وهلا يخديكم. شكرا لكم، الى الفيديو القادم. ما تنسونيش من الكومنتات الزوينه والتشجيعات ديالكم، هلا يخديكم. شكرا بزاف. خليكم مع الصور.